السلام عليكم طفيلة، شو حالكم؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ نتمنى تعود اموركم تمام وبخير وعلى خير. المهم البنات، كيف ما كتشوفوا وسمحوا لي بعد بطيت عليكم شوي. كنت مريضة، ما هو بقصدي، قلت ما كان عندي القانا المونتاج، ما كنت قاعد نقد بالتليفون. صافي منين تعافيت شوي بريس قلت نمونتي الطفيلات نشارك معاهم داكشي اللي درت. صراحة عندي فيديوهات قبل رمضان وفي هذا رمضان، ولكن والو ما كنقد اللوح. صافي المهم الطفيلات، ما نطول عليكم، ومبارك عواشركم مسبقا ورمضان كريم عليكم. واخا جات معطلة سمحولي. صافي المهم الطفيلات، هون كيف تشوفوا من بعد منين درت الروتين ديالي بطبيعة الحال ديال وجهي والبشرة ديالي، ونتصليت وساليت يعني اموري الدينية. دخلت ديك الكوزينه بطبيعه الحال مع ديك الوحده او جوج. بديت بالحريره هي الاولى، كيف تشوفوا درت الحمص، البصله، القزبر، المعدنوس، الكرافس، العدس والحمص كيف قلت لكم، شويه اللحم ولا الدجاج اللي عندكم. هذه الحريره اللي كندير انا. طحنت عاوتاني 3 المطيشات، زدتهم على الخليط ودلو الحطريه بطبيعه الحال ما ننساها. درت اطرونس ولا 2 اطرو ديال الماء، درت اطرونس هنا ديال الماء. صافي حركت المكونات ديالي نخليها طيب. من بعد دزت غسلت معيناتي خليتهم يستكتروا باش نشفهم ونردهم بلاكار ديالهم. صافي البنات، هنا بطبيعه الحال ندوز ندير داكشي اللي غندير، معجنات وكيكات وداكشي اللي ما ضروري لنا في رمضان اللي ما نستغنوا عنه. وصراحه واخا ما كيتكال بزاف، كيتكالوا عندنا حنا صراحه غير المملحات. صافي الطفيلات، المهم ما نطول عليكم. كيف ما كتشوفوا هذه العجين السحريه ديالي اللي ما كنستغنى عنها مده عامين دابا، هي اللي كندير، كتصلح المملحات وكتصلح حتى داكشي الحلو. كنديرها في المسائل اللي غندير حلوه او المالحه، اي شي حاجه تجيبيها، البيتزا، كرواسط، اي شي حاجه، خبيزات، الشهده، اي شي حاجه الطفيلات. وعجينه صراحه واعره، يعني كتجي رطبه بحال القطن وهشيشه ولينه وسهله في المكونات وسهله في العجينه ديالها، وصراحه سحريه ما نقد نوصفها لكم. المهم البنات، نتمنى تجربوها تردوا عليا اخبارها. صافي كما تشوفوا درت 500 غرام ديال الدقيق، درت شويه الملح، ملعقه كبيره ديال سنيده، وملعقه كبيره ديال خميره الدار، ونصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى. يعني ملعقه صغيره نصفها، ما تكتروش خميره الحلوى، لان دايرين من قبل خميره ملعقه كبيره ديال خميره الدار. صافي البنات، وسكروا الملح كيف ما قلت لكم، خميره الدار، 500 غرام ديال الدقيق. ومكون الاساسي في العجينه هو ياغورت طبيعي ضروري مسوس ضروري في العجينه، لانه هو اللي كيهششها وكيخليها رطبه. صراحه هو عنده مفعول بحال داير الحليب او البيض. صافي البنات، من بعد ندير المكونات كاملين، نفس الكاس ديال الياغورت غنعبر به الزيت، زيت المائده. ولكن البنات ما تعمروا الكاس، انا راني عمرت الكاس، سمحوا لي لهذا الصوت، ما عندي ما ندير، ساكنه في الشارع والحديد والحس ديما بحال هكا عندنا الضجيج. المهم كيف ما قلت لكم، كنت نفس الكاس كتعبروا به الزيت، ولكن ما تعمروش الكاس البنات، ديروا كاس قلع. انا راني عمرته، جاتني شويه مزيته ولكن ماشي مشكل، يعني ما خسرت لي. صافي البنات، كما كتشوفوا كندير نشد شويه الماء الدافي، كنبقى نخلط بالملعقه الطفيلات، بالملعقه خشبيه ولا العاديه، واي شي حاب، اي حاجه عندكم كتحركي بها هي اللي تخلطي بها العجين. ما تعجنيها بيدك، ما دلكيها نهائيا، ما كتقبل الوقت، ما كتقبل الجهد. عجينه كيف ما قلت لكم سحريه الصراحه، وبسيطه وسريعه من شي حق. نتمنى تجربوها. صافي الناس، من بعد خلط المكونات كنخليها تخمر على خاطرها، ندوز ندير شغالي كامل ونرجع لها. المهم هنا زي الطفيلات اللي نقول لكم شي اللي تضحكوا فيا، ولكن الغالب الله صراحه انا وما صدقت، جاتني عجب. هنا غندوز ندير كيكه الملعجي موالفه، كندير فيها 3 البيضات وهاد المكونات اللي در معاكم. انا نسيت البيض شد فيا النهار من النهار الاول. صافي نسيت 3 البيضات ومع ذلك الكيكه جاتني زوينه، وجاتني
هي هذيك وكالوها لي، ما عمرهم كالوا لي الكيك حتى لهادي، اقسم بالله البنات اللي كالوا لي الكيك هما اللي للدار، والكيكه صدقت، هذا هو اللي معجبني. صافي المهم الطفيله درت كيف ما تشوفوا. نقول لكم مكونات: درت كاس ديال الحليب، وكاس ديال سنيده، وكاس قلاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب وكاس سنيده وكاس قلاروب ديال الزيت، وجوج خمارات فاني، سكر فاني. صافي البنات كيف ما قلت لكم، بغيتو ديروا 3 البيضات لانه مكونات الكيكه في ديال مول العجيب فيها 3 البيضات. بغيتو تستغنوا عنها كيف ما درت انا وصدقت لي، ما ديروش البيض، يعني كيكه بلا بيض. صراحه والله الا تصدمت وجاتني هي هذيك. صافي من بعد الطفيلات درت جوج فاني، غندير معلقه ديال الحامض. صافي ندير معلقه ديال الحامض، وصافي من بعد هذوك الخمارات الحمرين اللي كتشوفوا فيهم كنخليهم هما الاخرين. من بعد حتى ندير دقيق وندير كل شيء عاد. كندير الخمارات ديالي. صافي درت هنا كاس الحليب كيف ما قلت لكم، غنعاود لكم المقادير: كاس الحليب، كاس ديال السكر سنيده، وكاس قلاروب ناقص شوي، كاس مقل شوي ديال الزيت، وجوج فاني، وملعقه ديال الحامض، عسل الحامض. صافي كنحرك المكونات ديالي وندير الدقيق وندير الخمارات. من بعد كنكون موجده المول العجيب ديالي مدهون بالزبده والدقيق، مرشوش بالدقيق او بالزيت والدقيق على حسب اللي عندكم. صافي البنات كيف ما كتشوفوا خلطت المكونات ديالي مزيان، ضفت عليهم كاسين ديال دقيق الفرز، 2 كيسان. صافي البنات كنخلط المكونات ديالي، خلطهم مزيان. كيف ما قلت لكم البنات، بالنسبه للكيكه بغيتو نتوما ديروا 3 البيضات ديروهم، لانه الكيكه فيها البيض، يعني ما تخسر لكم والو، ديروا فيها 3 البيضات الا بغيتو. الا ما بغيتو يمكن، الا ما بغيتوش ديروا البيض يمكن لكم تكتفوا بهادشي اللي درت انا. راه كتصدق صراحه، كتصدق الكيك. ماشي ما كتصدق، انا مجربتها صدقت لي. صافي هذا مكان البنات. المهم درت الكاس الثاني كيف ما كتشوفوا، ونخلط مكوناتي ونوجد. اصلا انا كنت موجدته قبل المول العجيب ديالي، دهنته ورشيته بالدقيق. صافي عندي واجد ندير. بعد مني نخلط الكيكه ديالي في الاخير نضيف 2 خمارات كيف ما قلت لكم حمرين، يعني بيكون باودر ديال الحلويات. كنخليهم هما الاخيرين باش تجيني كيكه ديالي طالعه. وصافي هذا مكان البنات، هذه هي الطريقه ديالي في الكيك. صافي كما كتشوفوا خليتهم هما الاخيرين ودرتهم، وكنخلط مزيان من بعد ديك الملعقه ديال الكيك، يعني سباسول. وصافي كنخلط مزيان، وكنبقى نهز شويه الخليط، وكندير رقم 8. يعني لا جاتني ما تقطع، راه الكيكه ديالي ناجحه. تقطع لكم داك رقم 8، الكيكه ديالكم مزال خاصه الدقيق. صافي البنات درتها في المول العجيب ديالي، وندخل كيكتي الفران طيب. من بعد ما حدا كطيب الكيكه ديالي، في هذيك اللحظه خاصني نوجد لها الكريمه ديالها. صافي البنات كما كتشوفوا الكريم ديال الكيكه ديالي فيها نص لتر ديال الحليب بطبيعه الحال بارد ماشي سخونه البنات، يعني كاسين ديال العنبه، ونصف كاس ثاني او 3 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب بارد ما هو سخون. كنديرو في كاسرون ديالي، كنزيد عليها 2 المعالق ديال نشا ديال الذره اللي نعت لكم من قبل، 2 المعالق ديال النشا، ونديرهم مع الحليب. وباش ندير النشا مع الحليب كنحركها مزيان. صافي الناس كيف ما قلت لكم، من بعد منين ديروا معلقه النشا ديالكم مع الحليب، ضروري تحركوا داك النشا والحليب مزيان، لانه كيلصق. باش كديري النشا كتلصق لك في القاع ديال الكاسرون. صافي خاصك تحركيها كامل مزيان، تحركي النشا مع الحليب باش يتجانسوا.
عاد كتضيفي الفلون ديالك. المهم هون بالنسبه لي انا عندي هذا الفلون الحجم الكبير، ما غنديروش كامل، غندير 2 معالق منه. بالنسبه لكم نتوما الا درتو داك اسمو داك الفلون ديال الصغير ديال الدرهم ونصف، غديروا جوج قياس 2 معالق صافي. من الاحسن ديروا هذاك الفلون الصغير ديال 30 ريال، ديروا جوج منه ديال الشوكولات. يمكن لكم ديروا نتوما ديال الفريز ديال الكراميل صافي. انا كنفضل درت ديال الشكلاط، لان غندير كريمه كحله ديال الشوكولات وغنزيد نضيف عليهم الشوكولات في الاخر صافي. درت انا عندي غير هاد الفلون كبير، درت 2 معالق منه مع داك الحليب والنشا. انا عندي فيه سنيده يعني فيه السكر، ما غاديش ندير سنيده لانه حلو. نتوما الا درتو هذاك الصغير ديال درهم ونصف، غادي تزيدوا عليهم 2 المعالق ديال سنيده، يعني ضروري تزيدوا مع سنيده صافي. هون بعد درت الشعريه ديالي على حريتين، بعد ما قربت طيب ضفت شويه الشعريه وحركتها صافي. هنا كما كتشوفوا الكريمه ديالي يعني تجانست ولا عاقده. ضفت عليها الشوكولات 5 شكلاطات ديال 4 ريال داك المربع او اي شكلاطه عندك. هنا حريتي قربت طيب، ضفت عليها يعني دقيق وحك مطيشه الحك وشويه الماء، حركتهم طبيعه الحال وضفتهم على الشعريه ديالي باش ندورها صافي. دورتهم. هذه اختياري البنات، في اخر لحظه ملي كتقرب طيب الحريره ديالي نطفي ليها، كنزيد لها بيضه مخفوقه. كتعجبني المذاق ديالها وداك الشكل اللي كيبقى في الحريره مع البيضه. ملي كندير البيضه نتوما بغيتو ديروها بغيتو ما ديروها، هذه غير اختياريه. انا نضيف على الحريره ديالي صراحه بعض المرات ماشي ديما صافي. البنات بعد نحركهم مزيان ونفوت شويه نطفي عليها. بعد ندوز العجين ديالي كما كتشوفوا ما شاء الله خمرت وطلعت وما كتلصق في اليد نهائيا، واخا شفتوها يعني جايه واحد شوي ما هي مجموعه. كما كتشوفوا جاتني انا مزيته واحد شوي لاني قلت لكم حمرت الكاس من الزيت، نتوما ما تعمروه صافي. ندوز انا جلست تحت في الطابله، نجلس كما قلت لكم نطرح ونعدل عجينتي. صراحه ما نتمن قد يعني واقفه مع البوطاجي، وبوطاجي عندي صغير يعني ما هو كبير صراحه، ضيق ما نقدر نقرص فيه صافي. البنات المهم كيف ما قلت لكم ديروا الدقيق على الطاوله ديالكم او على البوطاجي، ديروا الدقيق ما تخافوا منه نهائيا وتقرصوا به عجينتكم. انا هون اللي ندير الشهله مع الحقيقه الاولى لي نقرصها مزيان كيف ما قلت لكم، نقرصها مزيان على هذا الشكل. يعني ما تكون واخا رققتها واحد شوي راه في الطياب هي كتجي كتغلط يعني كتنفخ ما شاء الله، ما كتخسر ما والو، ما كتجي قاصحه ما والو نهائيا. البنات جربوها هاد العجينه على حسابي غاديش تندموا نهائيا. صراحه سريعه وسهله وزوينه في نفس الوقت، زوينه كتجي رطبه ولينه والمذاق ديالها زوين كتجي. والمهم عنها كتجي في المالح وفي الحلو، يعني تقدي تفني فيها، ديري بها ياسر من المسائل وياسر من الاشكال صافي. البنات هون لينا بمقياس 3 صباع، يعني غندير مربعات، غنشد صباعي 3 غندي نبقى نعبر بهم ونقطع على العرض وعلى الطول. نفس العبارة غنديرو على العرض وعلى الطول باش يجوني مربعات يعني متساوية ومتقادين وصافي. من بعد نعمر الخبيزات ديالي المربعات ديالي بالفرماج. هنا بغيتها مالحه. المهم طفيلات الى سمعتوا شي حس ولا شي صداع ولا صوت ما عندي ما ندير، الغالب الله الطفيلات لا سمحولي. راني ساكنه في الشارع الرئيسي، يعني في شارع رئيسي الحديد وديما الضجيج ديما حياتنا هاك. وصراحه احنا ولفنا بحال هاك. لي كيجينا ما قد ينعس في هذا الصوت، يعني الحديد والصداع وشي ماشي وشي جاي، واصلا حدانا السوق وداك الشيء تبارك الله ما شاء الله، يعني الدنيا عامره.
وانا كنبغي نمونطي، يعني ما كنشدش راحتي ديما من كثرة الصداع والضجيج وملي الدار عامرة ما شاء الله. صراحة ما كنقد نمونطي داكشي، علاش مرة لا جيتو تشوفوا والله عندي بزاف الفيديوهات مصورهم، ولكن بلا فايدة. ما كنلقاش الوقت نمونطي باش نلوح لكم، غير سمحوا لي البنات والله. ان شاء الله يكون خير، ونتمنى نلوح لكم يوميا فيديو. انا زين عندي نتم يوميا نلوح فيديو بالخصوص في هاد رمضان. المهم الناس كيف مشتوا الطريقه دي اللي درت هاد المربعات، كنشد قطعه شويه ديال الفرماج كندير وسطها، كنجمع الطرفين مع بعضياتهم، كنقرصهم يعني كنجمعهم كنقصها من الجناب صافي. غنشد اللاطه ديالي غندهنها بشويه زيت، ونبقى نستف واحده ونجمعهم ونقرصهم من الجناب كيف ما شفتوا. كنقرصها من الفوق مولي باش تجيني بحال ورده. المهم البنات اللي ندهنها بشويه، غندهنها بالبيض، غادي ندهنها بالبيض، البيضه مخفوق، وغادي نزوقها بجنجلان كيف ما شفتوا. هذا كيبقى غير تزيين، وندير عليها شويه جنجلان وصافي. كما شفتوا جمعتها من الجناب ولا ندخلها الفران طيب. من بعد ندوز نصف العجين الثاني اللي نديرها حلوه ديال الشوكولات، يعني الشهد ديال الشوكولات كلشي كيعرفها. كديري غير كويرات دويرات، كديري وسطها الشكلاط، وكديري واحده كديري واحده وصافي كدوزي. المهم البنات كما كتعرفوا كلشي كيعرف الطريقه ديال الشهد. كدير هاد كويرات صغار مدورات صغار، وكديروا وسطها الشكلاط، وكتستفوهم في اللاطه مدهونه بطبيعه الحال بالزيت. وصافي بحال هكا واحده متلاصقين، واحده الوسط كديروا دويرات اخرين ملاصقين عليها من الجناب ومعمرين بالشكلاط صافي حتى تكملوا الكميه اللي عندكم. كدهنوهم بالبيض، وكتدخلوهم الفران بطبيعه الحال، وصافي نبقى على هذه الكميه حتى نكملها كامله ان شاء الله. هنا صوتيت الفلفله اللي بات اللي عندي ديال البيتزا، صوتيتها شويه الزيت باش نعمر بها البيتزا اللي عندي. هنا الشهده المالحه ديك اللي على شكل وريدات، ما تخلوهاش لما تحمر بزاف، انا تحمرت لي واحد شوي كما كتشوفوا رطبه ولينه وكتجي مالحه. ودهنتها بشويه العسل، داك اللوغو ديال المالح والحلو كيجي غزال. شوفوا هذه تبارك الله، من بعد منين طابت الشهده ديال الشكلاط كتجي بحال البونج الصراحه، هشيشه ورطبه وزوينه، وكيوكلها الصغير والكبير صراحه زوينه حتى في المذاق. صافي كندهنها بشويه الكوفيتير، كندير فوقها الكوك نفس الشيء. الشهده المالحه دهنتها بشويه العسل باش يجي داك اللوغ الحلو المالح صراحه زوينه في المذاق. هنا شديت الكيتشوب والمطيشه ديال الحك، هما باش درت لاصوص ديال لي باط ديالي. البيتزا بطبيعه الحال كانت عندي في الفريغو، حيدتها وهي اللي غادي ندير في الفران ان شاء الله. من بعد ما عمرتها بلاصوص كيف قلت لكم، هو الكيتشوب وحك مطيشه. درت شويه الفرماج الاحمر باش يشد من تحت باش يشد لي الحشوه، ودرت ديك الفلفله اللي صوتيت في الزيت والزيتون، ودرت الدجاج فرتت عليه الدجاج يعني مطيبه من قبل مطيب صافي. كنت سلقته وصطيته شويه في الزيت وصافي. درت الزيتون درت من فوق مع ثاني الفوق مع الفرماج او موزاريلا من الفوق، ودرت عليهم الزعتر بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا. حكيت على الزعتر ودرت شويه الزيتون الكحل من الفوق صافي. ندخلها الفران لانه هنا ما كان بقى لي الوقت واللي صغار كنزرب في التصويره داكشي بالزربه كما قلت لكم، زربيه ما تزرب صافي. شديت هنا جوج البيضات، زدت عليهم شويه البزار والملح، خلطتهم، درت عليهم الورقه كانت عندي شايطه مقطعه. المهم البنات ملي كتشيط عندكم ديك الورقه البسطيله، ديك الطروف الشايطين والمقطعين داكشي اللي كيخسر لكم مثلا، ما ترموها، نصيحه ما ترموها، استغلوها شي حاجه ثانيه صافي. هذيك الفكره عندي انا هون اللي نعتها لكم. شديتها درتها مع البيض وشويه البزار والملح، خلصت معهم ديك الورقه. شديت هاد المول ديال المعدلين دهنته بالزيت، درت وسطو هذيك الورقه والبيض، درتهم من تحت هما الاولين
صافي قديتهم على هذاك المول، قديتهم مزيان، درت شويه الكاتشب، درت شويه الحشوه ديال الحوت كانت عندي شايطه فيها ورق، فيها الشعريه الصينيه والزيتون والحوت. المهم راني غنشاركها معكم. درت بها البريوات السوداء، انا غادي نلوحها لكم ان شاء الله. صافي درت من فوق الفرماج، دخلتهم يطيبوا، جاو بهذا الشكل غزالين. درت البريوات عندي درتهم في الفران كما كتشوفوا، دهنتهم بالزبده درتهم في الفران، ما بقى لي الوقت مزيان داكشي زرب يا ما تزرب. صافي من بعد حطيت الميد ديالي هي هذه الكيكه، زينتها بشويه دانون ابيض من الفوق، درت لها على شكل